وصفة النهاردة كيك شوكولاتة أو جاتو شاتو شوكولاتة مميز، سهل في التحضير، بسيط في المكونات، نتيجته يعني ناجحة بنسبة 100%. إن شاء الله يعجبكم، بتطلع هشة الكيكة وطعمها حلو قوي وسهلة وبسيطة في التحضير. تعالى أقول لكم الطريقة والوصفة. أول حاجة احتجت 2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة، ضفت لها معلقة صغيرة خل، نص معلقة صغيرة فانيليا، كوباية إلا ربع سكر ناعم، نص كوباية زيت نباتي، وممكن تعملي ميكس ما بين الزيت والزبدة. أهم حاجة المادة الدهنية نص كوباية. هخلطهم كويس قوي كده مع بعض. مش محتاجة، لو حابة تعمليهم بالمضرب أو الخلاط مش مشكلة، بس هي مش محتاجة. جبت كوبايتين ونص دقيق، عليهم معلقة كبيرة نشا، وهنخلهم كده كويس. باكت بيكنج باودر 16 جرام، ورشة ملح. هخلط كده المكونات كلها مع بعض، يعني يا دوب كده تكون لي، تبتدي انها يعني تكتل شويه. هقول لكم بقى على التكايه التحفه اللي بتفرق في طعم الكيك اللي بالشوكولاته بالزيت. انا بوريكم هنا البدايل، لو انتوا عاملين مقاطعه كاكاو كورونا تحفه. استخدموه يا جماعه، مميز جدا في الطعم ونكهته قويه. جبت 3 معالق كبار كاكاو كورونا، وممكن تزودي، يعني ممكن لو حابه تعمليهم 4 معالق كبار على كوبايه الا ربع ميه سخنه، ولازم تكون سخنه، او كوبايه الا ربع لبن. هضيفهم كده بقى على المكونات، هيفك لي بقى الخليط معايا كده زي ما انتوا شايفين. ده هيخليها معاكم كيكه تحفه. في قالب او صينيه مقاس 28 او 26 او 30، حسب السمك اللي انت بتحبيه للكيكه، بس هي مقاس 28 بتطلع ممتازه. هبتدي كده اعمل بخله خشب، افرغ الهواء من الكيكه، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180، بتاخد من 25 ل 30 دقيقة. أنا أخدت معايا في الفرن بتاعي 25 دقيقة. للصوص بقى نص كوباية سكر، نص كوباية لبن لازم يكون ساقع، 4 معالق كاكاو خام، معلقتين كريم شانتيه، وده نوع كريم شانتيه اللي أنا مستخدماه. هضربهم كده كويس قوي مع بعض، وأنا بوريكم البدايل المصرية يعني. ضربتهم كده كويس قوي كده مع بعض. هجيب بقى نص كوباية زيت نباتي، شايلة منهم معلقتين كبار، يعني نص كوباية إلا معلقتين كبار. بصوا الصوص ده يعني تحفة بجد. مفهوش لبن بودرة، مفهوش لبن كتير، بس معلقتين الكريم شانتيه بيفرق في الربط. جربوها هتعجبكم جدا. هدخله بقى التلاجة كده ساعتين، يعني يا ريت تبتدوا ان انتوا تعملوا صوص الشوكولاتة قبل الكيكة يعني. بالشكل ده كده الكيكه بتاعتي طلعت. هسيبها بقى تبرد خالص. بعد ما بردت بشيل الاطراف بتاعتها عشان تطلع شكلها كده متساوي ومتناسق. بص اسفنجيه وهشه ازاي، هتعجبكم جدا. بحب انا بقى اقلبها على وشها كده، وهقطعها قطع متساويه او حسب الرغبه، يعني ممكن تقطعيها القطعه اللي انت عايزاها. هجيب بقى الصوص الشوكولاته بتاعي. بصوا بقى قوامه حلو قوي ازاي. الكيكه دي مساميه، مش بتحتاجي ان انت تخرميها ولا تشربيها لبن. اي بقى يعني اي شوكولاته عندك، رشه مكسرات. انا جبت هنا شوكولاته مبشوره، وجبت رشه مكسرات عندي، وده بصراحه السوداني اللي هو عاملاه زي الفستق الكذاب. وجبت برضو الشوكولاته اللي بحطها في الكوكيز. كان عندي 2 كريزه حمرا كده حطيتهم، ودي النتيجه في الاخر. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه لانها هتعجبكم قوي. ولو الوصفه عجبتكم متنسونيش بلايك وشير للفيديو. انا هيام علي من البيت.